السلام عليكم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. حلقة جديدة وأخبار وكواليس مهمة في نادينا الحبيب نادي الزمالك الملكي. ولكن في البداية يا رجالة عايزين نوصل الفيديو ده لأكبر عدد من اللايكات والشير في كل مكان، وحلقة مهمة جدا جدا محتاج دعمكم عشان الفيديو يصل لأكبر عدد من إخواتي وحبايبي في كل مكان. خليني أتكلم معاك على مفاجأة جديدة بالنسبة لأحمد القندوسي ونادي الزمالك، والمرة دي مش أنا اللي بقول، اللاعب هو اللي بيقول، إن هو بنفسه بشحمه بلحمه هو اللي بيقول. خلال تصريحات اليوم اتكلم قال لك بالفعل في اتصال، ركز معايا في دي، بالفعل هناك اتصالات ما بيني وما بين المسؤولين في نادي الزمالك، ولكن ما فيش اي حاجه بشكل رسمي، وانتظر العروض كلها اللي هتيجي في نهايه الموسم، وانتظر لموقف نادي الزمالك بالنسبه لرفع ايقاف القيد. وبفضل الله الكلام ده احنا قلناه لما اللاعب كان في مصر. فاكر لما اللاعب في مصر قلت لك في جلسه حصلت واللاعب متفق يجي الزمالك والزمالك عايزه وكل حاجه خلصانه، بس يتبقى ان احمد القندوسي خايف ان الزمالك ما يرفعش القيد، فعشان كده قال لك انا مش هعمل اي حاجه غير لما الزمالك يرفع القيد. تختلف تتفق في الصفقه، شايف الصفقه حلوه شايف الصفقه وحشه، دي وجهه نظرك على راسي من فوق، ولكن انا بقول لك ان احمد القندوسي بيتواصل مع الزمالك. طب اقول لك على مفاجاه، احمد القندوسي واحمد عبد القادر، الاثنين الاحمدين احمد عبد القادر واحمد القندوسي رغبتهم الاولى والثانيه والعشره والمية والالف الانتقال لنادي الزمالك، وهما الاثنين منتظرين ان نادي الزمالك هوب يرفع القيد، الاثنين يكونوا موجودين في الزمالك. فواحد يقول لك يا عم مش عايزينهم، يا عم مش هينفعوا معانا، واحد يقول لك يا ريت، ده عبد القادر كويس والقندوسي مميز، كل واحد له وجهه نظر. قول لي انت بس في الكومنتات ايه رايك في الصفقتين دول انت، لان الزمالك بعد ما ان شاء الله نرفع القيد ونخلص اللي ورانا ده باذن الله ان شاء الله، يعني الامور تبقى كويسه، والاثنين دول هيضيفوا للزمالك ولا لا؟ وخلي بالك من حاجه يا زملكاوي، انت بعد وصولك امبارح لمباراه النهائي في الكونفدراليه ضمنت في ايدك 100 مليون جنيه، والفلوس دي هتدعمك في حاجات كتير وهتساعد في حاجات كتير. يعني ماتش امبارح اللي انت كسبته ماتش 90 دقيقه ب 50 مليون جنيه، فانت دلوقتي معاك 100، باقي الماتشين اللي جايين برضه ب 100، يبقى المجموع كام؟ 200 مليون جنيه. يبقى المجموع 200 مليون يحلوا كام من القضيه بتاعتك؟ 90% من القضايا اللي عليك 90% يتحلوا من الفلوس الكونفدراليه بس. فده خبر حلو، وده خبر جميل بالنسبه لقصه احمد القندوسي. ماشي، واحمد عبد القادر، تمام. طب اقول لك على مفاجاه حلوه، كلكم اكيد عارفين الابلكيشن اللي نادي الزمالك عمله، وكلكم اكيد يعني نزلتوا الابلكيشن. طبعا الابلكيشن ده يا جماعه في اشتراكات، اشتراك شهري ب 50 جنيه، واشتراك سنوي، واشتراك بعد كل 3 سنين وكل 7 سنين على ما اعتقد. المهم اكيد 90% من الناس اشتركت في الاشتراك اللي هو الشهري اللي هو ابو 50 جنيه ده. طب انت تعرف ان جمهور الزمالك عامل ملحمه على الابلكيشن ده؟ شوف كام الف واحد اشترك، مش هقول لك كام مليون، شوف كام الف واحد لغايه دلوقتي اشترك في الابلكيشن، وكام الف واحد دفع 50 جنيه للابلكيشن ده. فلوس الابلكيشن برضه ده يا زملكاوي، ماشي، فلوس الابلكيشن يا صديقي دي برضه رايحه لنادي الزمالك، وهتدعم نادي الزمالك وهتساند نادي الزمالك وهتحل له برضه مشاكل بالنسبه للازمات اللي عنده. فالزمالك رايح، خلي بالك من حق، نسيت اقول لك حاجه تاني، ان شاء الله بعد ما نادي الزمالك ياخد الكونفدراليه هيضمن ال 4 مليون دولار، هيروح يلعب السوبر الافريقي، والسوبر الافريقي على ما اعتقد ان اللي ياخد البطوله هياخد 100 مليون، هياخد 2 مليون دولار، يعني 100 مليون جنيه. ما دي كلها برضه فلوس بالدولار، دي كلها فلوس بالدولار تساعدك وتدعمك وتقف جنبك.
وعلى فكره لا قدر الله لا قدر الله لا قدر الله الزمالك ما كانش خد الكونفدراليه خالص، كان الزمالك على فكره هيرفع القيد. نعم برضو كان الزمالك يرفع القيد، انا بقول لك بس معلومه يعني. ولكن بدل ما الزمالك يجيب مثلا 3 مليون 4 مليون دولار ولا 4.5 مليون دولار ولا 5 مليون دولار وياخدهم ويروح رامين كلهم في القيد، لا انا مثلا فلوس الكونفدراليه ارميها في القيد والفلوس الثانيه اللي اتصرف بيها خلال الصفقات، فده هيدعمك اكتر ويساندك اكتر ويخلي اللعيبه كويسه بالنسبه لك تبقى ماشيه بشكل اكتر. كمان نادي الزمالك راصد ان هو حسام عبد المجيد وشيكوبانزا والجزيري و7 8 لعيبه هيمشوا، اللعيبه دي تدخل حوالي 6 7 مليون دولار. حسام عبد المجيد لوحده الزمالك فيه طالب 3 مليون دولار. شيكوبانزا يا عم قولها عايز فيه مليون واحد دولار، الجزيري عايز مليون واحد دولار، هتتكلم في 4.5 مليون دولار. مع بعض الاعارات تجيب لك حتى 5 مليون دولار، بتتكلم في حوالي مثلا 300 مليون جنيه، غير فلوس الابلكيشن، غير ارض اكتوبر اللي انت وقعت العقود بتاعتها، غير البوابات بتاعت جامعه الدول اللي نادي الزمالك هيعمل حق انتفاع ليها. ماشي، فغير دعم رجال الاعمال. لا انت الاخبار الحلوه ان شاء الله في الزمالك مستمره، ولكن كل حاجه متقفله لما بعد انتهاء الدوري المصري والكونفدراليه. ده بقول لك على مفاجاه، الكابتن معتمد جمال بنسبه 98% هو المدير الفني لنادي الزمالك في الموسم المقبل. والكابتن معتمد جمال اصبح الحاكم بامره في نادي الزمالك، هو اللي بيقول ده يمشي، لا ده يقعد، لا انا عايز صفقه هنا، لا مش عايز ده كده. وجون ادوارد لما كان بيجيب صفقات بمزاجه ما كانش فيه مدرب بيقول له هات ده ودي ده، انما دلوقتي انت عندك مدرب الكل بيدعمه والكل واثق فيه والكل بيسانده. واحنا قلنا الكابتن معتمد في لعيبه عايزها وفي لعيبه مش عايزها، ولكن مش هنخش يعني لو قلت لك لعيبه مش عايزها مش هخش في اللي بيلعبوا دلوقتي، ولكن اقول لك اللي ما بيلعبوش. يعني الكابتن معتمد جمال مبلغ جون ادوارد والناس اللي موجوده في الزمالك اتصرفوا او سلكوا احمد حمدي خلاص وقعده خلص بالسلامه مش عايزه خلاص، سيف جعفر مش عايزه خلاص، دايرين اوشينج مش عايزه خلاص. طب ليه انا ذكرت الناس دي؟ لان الناس دي ما بتلعبش، فمش هيأثروا على الفريق الاول ولا لا، الناس دي ما بتلعبش. ماشي، فمفاجاه يعني فمفاجاه الراحلين في نادي الزمالك يعني زي ما انت شايف كده. طب في لعيبه من اللي موجوده في الفريق الاول او اللي بيشاركوا هيمشوا؟ هقول لك واحد منهم بس مش هكمل الباقي، شيكو بنسى. ده مش ماشي، ده يعتبره مشي. شيكو بنزا يتبقى ليه في نادي الزمالك 30 يوم، وبعد ال 30 يوم لن يتواجد حاجه اسمها شيكو بنزا في الزمالك خالص. تمام يا جماعه؟ تمام. عايز اقول وكل ما هو زملكاوي بعد اذنكم عايزين نوصل الفيديو ده لاكبر عدد من الناس وشير في كل مكان، لان جايب خبر قنبله، جايب خبر من العيار الثقيل، خبر الاهلي وكوبري لنجم الزمالك ونجم منتخب مصر. نعم يا حبيب قلبي، زي ما حضرتك سمعت كده. مين هو؟ النادي الاهلي، وانا بقول لك معلومه مؤكده واللي يطلع ينفي، جايب عرض وفي نهايه الموسم يبقوا عرضين او ممكن 3. لمين؟ لمحمد شحاته. مين؟ محمد شحاته. ومنهم عرض اوكراني، منهم عرض اوكراني. كل اللي بيتكلم على العرض ده بتلاقيه بينتمي للاهلي. يعني كل اللي بيطلع يتكلم على العرض الاوكراني ده هتلاقيه في حد تابع للنادي الاهلي، وعايزين وهيوصل مبلغ يزغلل عين الزملكاويه 2 3 مليون دولار كده عشان محمد شحاته يطلع ويلف ويرجع لهم. فانا بقول لك معلومه مؤكده، النادي الاهلي يجهز كوبري لمحمد شحاته. ليه؟
قال لك النادي الاهلي كان رايح يجيب حامد حمدان ما عرفش يجيبه. ليه؟ النادي الاهلي ما عرفش يحافظ على اليو ديانج وراح وقع مع فالنسيا الاسباني. ليه؟ محمد علي بن رمضان ما بيقدمش حاجه مع الاهلي. مروان عطيه جاي له عرض من السعوديه واللاعب عرض مغري جدا جدا، فاصبحت الحته بتاعت نص الملعب ملط زي الفرقه بتاعتهم، اصبحت ملط. فهم عايزين يجيبوا حد خبره، حد كويس، حد مميز، خصوصا ان الكره المصريه لو تيجي تبص على بعد سكواد الزمالك وبيراميدز والاهلي، تيجي تبص على باقي الانديه كل اللعيبه اللي موجوده فيها نص لبه ربع لبه، مفيش حد بوم، مفيش حد واو يخليك تجري عليه، مفيش حد من الناس دي. فعشان كده كله عايز يخطف من كله، فاللاعب عقده مستمر. طب اللاعب ممكن يمشي ازاي؟ لو الزمالك وافق على رحيله. معلومتي ان اللي ممكن يمشي من نادي الزمالك وهو الاستثناء الوحيد هو حسام عبد المجيد، ده قصه الاحتراف. ونادي الزمالك قال لك احنا حطينا رجلينا على منصه البطولات باللعيبه دي، باذن الله باذن الله باذن الله باذن الله ناخد الدوري الكونفدراليه بالسكواد ده، فهنحافظ على اكبر عدد ممكن منهم، لان اللعيبه بقت خبرات، بقى في انسجام، اللعيبه بقت مميزه، بقت عارفه نظام الزمالك، بالاضافه ان انا هطعم او هدعم الفرقه في الموسم الجديد بخمس ست لعيبه يضيفوا للفرقه. وانا قلت لك في حال رحيل حسام عبد المجيد الزمالك سيتعاقد مع مدافع اجنبي. ليه يا عم؟ لان مفيش مدافع مصري بقيمه وحجم حسام عبد المجيد، فانت هتروح للاعب اجنبي، اللاعب دولي في منتخب عربي، يبقى عنده قدراته وعنده امكانياته. يعني زين الدين بالعيد موجود مثلا، يبقى ينفع الزمالك، ماشي. في لعيبه كتير في انديه عربيه وفي منتخبات برضه تنفع الزمالك يعني. تمام تمام. عايز اقول على فضيحه، يعني انا ما اعرفش الصراحه، وقولوا لي يا جماعه يعني، قولوا لي دي بالنسبه لكم عادي ولا دي فضيحه. عمر كمال عبد الواحد لاعب الاهلي المعار لسيراميكا كيلوباترا، عمر كمال عبد الواحد مصاب، جميل، ايه المشكله في كده؟ المفروض لما هو مصاب يتعالج فين؟ يعني انا راجل، لا انا لا لا انا لا واحد كان بيلعب في الاهلي وراح لاعاره لسيراميكا او لاي نادي يعني، واللاعب ده اتصاب في نادي المعار ليه، يتعالج فين؟ يتعالج في نادي المعار ليه؟ لا. عمر كمال عبد الواحد اكل شارب نايم في النادي الاهلي، ايه؟ اكل شارب نايم بيتعالج في النادي الاهلي وبياخد جلسات وبيتعمل له علاج كل يوم في النادي الاهلي. طب والطبيب بتاع سيراميكا بلح بلح. المفاجاه الثانيه الا هي مفاجاه عمر الساعي، فاكرين الصفقه ابو 50 مليون؟ هم 50 مليون بتاع عمر الساعي طالع اعاره المصري البورسعيدي، فالاهلي قال لك خلاص بما ان قالوا ديانج ماشي وفلان وعلان، خلاص تعالى. المفاجاه المدويه ان عمر الساعي رفض، ايه؟ رفض العوده للنادي الاهلي، قال لهم انا مبسوط كده وسيبوني كده. ليه؟ قال لك انا هرجع دخلوني الثلاجه، مش عايز اروح الثلاجه، انا عايز العب، انتوا جمدتوني نشفتوني خليتوني في روسيا، لا انا عايز ابقى خليني في مصر هنا. فعمر الساعي رافض العوده للنادي الاهلي، ودي وجعاهم قوي 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 ومزعلاهم قوي قوي ومضايقاهم قوي قوي قوي. فعشان كده عمر الساعي مش عاجبه الوضع وقال لك لا انا عايز اقعد هنا. كمان النادي الاهلي عنده مشكله كبيره، كوكا حتى الان ما جددش، حسين الشحات حتى الان ما جددش، يوسف بالعمري اللي هم جايبينه قال لك ده دولي ومش دولي، قال لك اللاعب لعب ماتش والتاني كويس وبعد كده طلع بلح. ايه؟ لا بيهاجم صح ولا بيدافع صح ولا مؤثر ولا اي حاجه خالص، ده ضايع ولاعب اجنبي ومحترف، فالدنيا بايظه عندهم. هم بيحاولوا يلحموا بعض، بيحاولوا يزقوا مع بعض، جمال بن سوس وابن صباح بيحاول يزق القطيع لنمل نداري نقف جنب الفرقه لغايه لما
نطلع حتى ببطوله بدل ما نطلع ملط خالص. انما بعد نهايه الموسم الفضيحه هتبقى للركب يعني. خلينا نتابع ولينا نشوف اللي هيحصل. شكرا لكم، سلام عليكم.